ستريس او التوتر من الحالات اللي كنمروا بها جميع في اليوم ديالنا في مراحل ديال حياتنا بشكل كبير. ودائما كنقلبوا على واحد العصا سحريه اللي ممكن انها فعلا تخلينا اما نتعايشوا مع هذا الستريس او لا فعلا نتفاداو. ما كرهناش انه ما يكونش يغبر، ولكن الحياه وظروفها ربما كتاثر. هادشي علاش اليوم حاضره معنا الكوتش نزهاولي اللي هي كوتش في التنميه الذاتيه والعلاقات الاسريه و ستريس. كيفاش نحيدوا ستريس؟ اول شيء مرحبا بك نزهه. ربي يخليك. عمر كانيه؟ الحمد لله. صحتك؟ الحمد لله. عواشر مبروكه بالصحه والسلامه. علينا وعليك استاذه جميله، سعيده بالتواجد ديالي معك. انا اسعد. والاستوديو ماشي خاوي. مرحبا بكنزه زمامه، مرحبا بسي معاذ ايضا. كل واحد في مجاله، ولكن اليوم جو معك فمرحبا بالجميع. ولكن كلكم كيجمعكم حب ديال التدريب والعشق ديالكم للتنميه الذاتيه. جميل. شحال الناس نزهه كيسولوك في الناس اللي تيجوا عندك وفي الاستشارات، انا مستريسي، انا متوتر. شحال الناس واخا يكون جاي على شي حاجه اخرى، واش كتلقاي ان في الهضره ديالو كيقول لك راك متوتر ستريس؟ اي واحد كيجي عندك كيدوي معك كترجع له للستريس، حيت اي حاجه اعراض ولا كتبين بان هذا الانسان عنده ستريس. ممتاز. حنا اليوم انت مستريسيه شويه؟ شوي اول مره شوي، ولكن شدا اف ام غير. واكيد مرحبا بكل مستمعي ومستمعات. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم مباشر على 0522 36 0536. هذا ستريس او التوتر اللي ولاو بزاف الناس كيقول لك انه كيساهم في بزاف ديال الامراض النفسيه والعضويه ايضا. الا بغينا نشوفوا تعريف من خلالكم نتوما ليه ككوتش، اشنو تعريفكم للتوتر؟ هو التوتر هما ردود افعال كيتعرض عليها الجسم ديالنا تجاه الضغوطات الحياتيه. نعم. هذيك اي حاجه اللي هي هجمات كتكون قويه من العوامل الخارجيه. هذا هو نورمالمون التعريف ديال ستريس علميا. نعم. واخا حنايا كمغاربه كنفسروا بزاف د الحاجات. ايوا طبعا كاين بزاف ديال الضغوطات الواحد كيواجهها في الحياه اليوميه ديالو. نعم. ضغوطات اللي بعض ما كتكون عاديه وطبيعيه، ولكن حنا كنبقاو مستريسين. ربما الوقت اليوم حنا تنقولوا ان الوقت مفتون. الوقت تبارك الله عصر ديال السرعه. بزاف الحاجات الا ما دركتيهاش كتدركك. فاكيد غنبغيو نعرف منك نزهه ايضا ربما اشنو الحاجات اللي فعلا هي اللي كتوصلنا وكتخلينا عايشين في هذا الستريس. نعم. هناك عدة عوامل في الحقيقة، لأن المصادر ديال الستريس هما نفسية وفيزيولوجية اللي هي خارجية. هاد العوامل نورمالمون الخارجيه منين كتجي العوامل الخارجيه كتاثر اوتوماتيكمون على النفس ديال الانسان. صح. والنفس ديال الانسان عاوتاني منين كتاثر عاوتاني اكثر كتغفلتي على لو كور ديالو. راه طبعا كيخرج داكشي امراض في الجسد. وكيف ما طرقت ليه الدكتوره قالت بان راه معظم الامراض دابا راهم ناتجين على ستريس. شكرا، الله يبشرك بالخير. الواحد خاصو يعرف يسمع لو كور ديالو منين يعطيك كيلكو زالارم على انه راه دخل في واحد المرحله ديال التوتر. نعم. ربما بزاف من الناس تسمعوا الكلمه ديال سمع الجسد ديالك، وكنقولوا حنا بالدارجه عاده كلمه ديال بغيت نتصنت العظامي. ولكن حنا كنا كناخذوها بالضحك، ولا كناخذوها بان الانسان باغي يلقى راحته. ما اليوم فعلا الانسان خاصنا نتصنتوا للذوات ديالنا او للصحه ديالنا عموما. مثلا نتكلموا ان قلتي كاين عوامل خارجيه وعوامل من عندنا حنايا. نعم. اجي نبداو بالخارجيه، لان الخارجيه بعض المرات كنقدروا انه متحكم فيها. نعم طبعا. ياكل هنا طبعا نقدروا نيجليجيوها ما نبقاوش. راه حنا اللي كنردوها نفسيه دابا. كلشي من الد. فوالا كلشي من الداخل. نعم. اجي نشوف اهم حاجه خارجيه اللي كتقدر انها تاثر وتخلينا فعلا ستريسي او متوترين. اول حاجه نقدر نقول لك هي الناس ملي كتخرج من دارها اول حاجه كتعرض لها هي هاد لومبوتياج ديال الطريق، هي هاد كثره الكلاكسون. كل واحد وشنو شنو اللي كيخليه يستريسي اكثر. كاين الواحد اللي كالم ما عزيزش عليه انه يتعرض للصداع، كيخرج كيلقى راسو انه مستريسي وسط هاد الضجيج هذه من العوامل البسيطه اللي تقدر توترنا. ولكن هذا التوتر كيكون طفيف، ما كيكونش واحد التوتر اللي شديد يقدر يخلينا نوصلوا لواحد المراحل متقدمه ديال الامراض ولا هذا. ولكن منين كتكون ريبيتيتيف الحاجه اللي كتكون كل نهار ما كيخدمش عليها الواحد وما كيضبطش هذاك لو ستريس ديالو، اوتوماتيكمون كيولي واحد لو ستريس اللي هو شديد
هذه عامل من العوامل الخارجيه. نعم، غنرجعوا نشوفوا عوامل اخرى، ولكن بديتي بالعامل ربما الاكبر واللي كنشوفوه مي نزهه. غير داك الكلاكسون اولا داك لومبتياج اولا داك الزحام، راه كاين انسان اللي كيقدر ياثر ليه على النهار ديالو كامل، كيخربقوا ليه نهارو كامل. يعني انه كيجي مضجج، كيجي تكلاكسون عليا. انا من الناس اللي كنكلاكسوني وسمحوا لي سمحوا لي ولكن فوالا كاين الناس اللي تبارك الله وصلوا انهم لا واخا ما عرفتش شنو كيوقع ما كيكلاكسونيش ساداتهم. نرجعوا نشوفوا اشنو هما العوامل الاخرى الخارجيه ايضا اللي كتقدر تاثر واللي كتخلي ان الانسان تستريسا بهذا الشكل. وكيف قلنا كيقدر ان ستريس ديالو كيبقى معايشو وكيقدر يمشي معاه للدار، يمشي معاه الخدمه، وفي الاخر كيقدر انه يتحول لامراض اللي هي نفسيه او عضويه ايضا. مرحبا دائره كنشاركوها معكم اليوم، ونقط اكثر كنتكلموا عليها من خلال موضوعنا اليوم اللي اختارينا رفقه الكوتش نزهه ولي، اللي اليوم كنشوفوا معها طرقها واساليبها ايضا باش اننا فعلا نتعايشوا مع ستريس. ما عرفناش واش ستريس ممكن اننا نتخلصوا منه ونحيدوه. لا ما يمكنش انك تخلصي منه، دونك نتعايشوا معاه او يجي على الاقل باقل الاضرار. حيت راه لو ستريس عاوتاني راه مهم لينا الصحه ديالنا ولا اليوم ديالنا، لان كيكون بعض المرات محفز لينا. راه ماشي ضروري هو عنده غير الاعراض وعنده اعراض اللي هي سلبيه، راه عنده حتى اعراض ايجابيه في الحياه. شكرا. واخا احنا نشوفوا هذه الاعراض الايجابيه، لان ملي كنتكلموا على ستريس دائما تنتكلموا عليه بديك النقطه ديال انه شي حاجه كضر. اكيد مرحبا بالاسئله ديالكم المستمعين والمستمعات من خلال رقمنا اللي هو 0522 36 0536. تعطونا انتم قصصكم مع ستريس، تعطونا انتم ربما الاساليب ديالكم كيفاش كتحاربوا اولا كيفاش ممكن انكم تعيشوا مع هذا الستريس. قلنا اول عامل خارجي اللي كيأثر هو ديك الخرجه ديالك من الدار اللي بعض الناس ما كتوقعش. كتلقى زحامات، بعض المرات لا قدر الله كتلقى حوادث، الكلاكسون حديث ولا حرج. ولا انت اللي كتعرضيني صح. دونك هاد الامور كلها، هذا اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي كتقدر انها تسهم انها توترنا على طول النهار، العوامل الخارجيه. كاين حاله الطقس كاين شحال من واحد اللي كيخرج كيعول على راسو انه لابس بارد ولا لابس سخون، ومعول على ان حاله الطقس موالمه مع اللباس ديالو، كيمشي ليه النهار كله في هذاك انه كيضطرب وكيحس بواحد التوتر لانه ما لقاش راحته في اللبس ديالو. حنا مازال كندويو غير على الاعراض اللي طفيفه جدا ديال التوتر، لان تقدر تخسر لك النهار ديالك. هادو من الاعراض اللي. وكاين عاوتاني الحاله اللي وصلنا ليها منين كنا في كورونا، في المرحله ديال الكورونا، وداك الحجر الصحي خلى ان الناس توتر اكثر منين تسدوا عليهم بيبان دارهم وما قدروش انهم يخرجوا، ولا عندهم واحد باش تخرجي خاصك واحد الورقه باش انك تديبلاساي، وحتى لي ديبلاسمون محدودين، لي ديبلاسمون ديالك محدودين، لي كورس ديالك محدودين، وليتي كتجيبي لي كورس خاصك انك تعقميهم، وانك هذه بحد ذاتها كتخلي الانسان انه يعيش في واحد التوتر اللي كبير جدا وما يكونش على خاطره. يرجع ايام وعاوتاني داك التلامس راه بزاف ديال الحواس ديالنا حنايا كنبغيو اننا نوظفوهم في الحياه ديالنا، واننا تحرمنا منها في هذيك المرحله ديال الكورونا، ديال انك تسلمي تعنقي والديك اللي هما والديك، كتبغي غير تدخلي تسلمي عليهم، وليتي كديري واحد المسافه بينك وبينهم، وليتي هذاك لو ماسك راه حتى هو راه كاين انسان اللي ما كيستحملش هذوك لي فيبر اللي كاينين في دوك لي ماسك، كيخليو الانسان لاليرجي، وبزاف ديال الناس ما ولفوش عليه. عاوتاني كاين داك المعقم عاوتاني تكرفص الناس على يديهم حيت سنيكو دو الكول وهذا. الوغ بزاف ديال على حسب الناس اللي عندهم ربما حساسيات او مشاكل على مستوى البشره ديالهم. مي هذا الشيء كامل راه كان في الصالح العام ديالنا في الوقايه، وباش اننا نحميو حتى الناس اللي ربما عزاز علينا وراسنا فعلا الناس اللي كتخرج او لا طبيعه العمل ديالها انها خاصها تخرج وديبلاصا هنا وهنا. فكنقولوا يا ربي اللي رجع ايام، واخا ان كورونا راه خاص الانسان يرد البال بهاد الفيروسات وهذا الشيء كاين اللي كاين يبقى في الوقايه. فوالا يبقى في الوقايه ديالو ما فيها بس. اشنو الحاجات الاخرى اللي فعلا هي كتقدر انها تستريسي الانسان؟ كاين العوامل النفسيه اكثر، لان الانسان اللي ما خدمش على راسه وكيشوف نظره الاخر مهمه ليه،
هذيك بحد ذاتها كتوتر الانسان. خصو يشوف يكون بارفي. كاين انسان لي بيرفكسيونيست كيبغي كل شيء يكون بارفي، والكمال لله وحده. لان الواحد اللي كيقلب على لا بيرفكسيون كيكون كيعيب في اي حاجه. خاص الحاجه تكون مقاده، خاص حياته تكون مقاده، خاصو بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا مضبوطين في الحياه ديالو. هذا توتر. هذا توتر اللي ما تخليش الامور تمشي كما هي، بحال كتحملي راسك واحد الطاقه اكثر من طاقتك. وهذا كيوصل للامراض بحال هكا التشنج ديال الظهر اللي ما كيقدرش يبقى الواحد يتحرك. هادو كلهم دي سينيو خص الانسان ياخذهم بعين الاعتبار على انه وصل لواحد المرحله من التوتر، ويحاول انه يجيري هذا التوتر ديالو. هاد الالام ديال الظهر، داك لا فاتيغ اللي كتكون واحد التعب كنحسوا به في النهايه ديال النهار، ديال جسدي ونفسي، ما كنعرفوهاش مناش. داكشي علاش كنقولوا ديما ان الانسان خاصو يتسمع لو كور ديالو. يفو ايكوتي، ابروندر ا ايكوتي. بور ابروندر ا ايكوتي خصك ضروري تمشي عند، الا ما عرفتيش كيفاش تعاملي مع نفسك، كاين مختصين دابا واللي كيعرفوا يتعاملوا ويوريوك كيفاش. كاين دي زيكزارسيس، كاين دي تيست، كاين بزاف ديال الحوايج، وكاين متابعه من طرف دي كوتش، من طرف مدربين، وبزاف اللي كيخليوك انك تعرفي تعاملي مع لو كور ديالك وتعاملي مع لي زيموسيون ديالك والمشاعر ديالك. هادو الا عرفتي كيفاش تعاملي معاهم راك عرفتي كيفاش تجيري لو ستريس. دوزتي الامتحان كيف كنقولوا يعني. لان المشاعر ديالنا ربما هي اللي كتخلينا يا اما كنطولوا في هذا الستريس، يا اما كنقدروا اننا نتاقلموا معاه، يا اما كنخليوه يدوز اللحظه ديالو. كاين ستريس اللي هو ايجابي، بحال مثلا كاعلاميين او الناس اللي تيتكلموا او المحاورين او غير. يعني كيكون عندك مثلا شي عرض في شي مسرح او لا في واحد ليفينمون معين، داك ستريس اللي كتطلع، داك الدهشه الاولى عاديه وشيء طبيعي جدا. كاين الناس اللي كيبقى مستهلك عليهم او متاثر عليهم لانهم كيبقاو النظره ديال الاخر، كيف قلتي نزهه ديال اشنو غيقولوا عليا، اشنو هذه علاش ما مقاداش. دونك الخير والخاطر شويه. هي صراحه هي الجلسه ديالها وطريقه الهضره على ستريس فعلا ما كتبقاش حاس بيا كل لا مراد صراحه. يعني بسطي بواحد الشكل اللي فعلا بزاف الناس ربما كيهزوا العبء ديالو، كيقول لك انا غنستريسا، انا مثلا عندي واحد لونتروتيان، مثلا عندي واحد اللقاء مع شي ناس، مثلا عندي واحد الامر خاصني نقضيه، فكنبقاو هازين داك الحمل ديال داك النهار وداك الوقت. هذا ستريس اللي كنقولوا حنا ايجابي، لان خاصك ما خاصكش دير فيها البطال، ما خاصش يفوت هو واحد المده، ما خاصش يفوت واحد دي سكوند، اون بتيت مينوت ديال انك تستريسي. الا بغيتي يكون ايجابي، الا فات هاد المده وفات هذا ما غيبقاش ايجابي، غيولي سلبي وغينعكس لك على لونتروتيان ديالك ولا اي حاجه خرجتي انك ديرها في هذاك النهار ديالك. نعم، حنا ملي نتكلموا على هاد الامور هذه فاحنا كنبغيو نعرفوا حتى الخلاصه من خلالكم، اساليب اللي ربما كاينه في الحياه ديالنا. شنو الحاجات اللي ممكن نقدروا نقولوا انها تقدر تسهم باش اننا نتعايشوا او لا نتفاداو؟ اول حاجه اللي نقدر نقول للانسان هو انه يخدم على نفسه. التنميه الذاتيه هي واحد الحاجه اللي ولات مهمه، وكنلاحظوا بان الناس ولاو واعيين بها بزاف ديال ولاو ديال لي فورماسيون على قبل لو ديفلوبمون بيرسونيل، وهذا كيعاون اوتوماتيكمون كيعاون على انك تفهمي راسك، تفهمي المشاعر ديالك، تفهمي شنو لو كور كيعطيك دي سينيو باش انك تجيري هاد لو ستريس ديالك، تجيري لو طون ديالك، تورغانيزي الوقت ديالك. اذا لو ديفلوبمون بيرسونيل كيجمع هاد الشيء كامل، كيقدر انه يدخل في لا جيستيون دو ستريس بواحد الطريقه سلسه. هو لو ستريس كيف ما قلنا راه ماشي شي حاجه اللي غنقدروا نتخلصوا منها ديفينيتيفمون، ولكن كنقدروا اننا نميتريزيوه. وباش نميتريزيوه خاصنا نفهموا الذات ديالنا، نفهموا الداخل ديالنا اشنو باغي يقول، اشنو غنعبروا، اشنو، لان لي زيموسيون المشاعر اللي هما ضروريين، كانت خوف، كانت سعاده، كانت غضب، كانت حزن، ولا اي مشاعر كنحسوا بها، الا ما عطيناهاش الوقت ديالها وما فهمناهاش وما عرفناش المنبع ديالها منين جاي، شنو هو هذا المسبب ديال هذه المشاعر،
كيتحول للستريس ديالنا، يا ايجابي يا سلبي، ولكن كيتحول لواحد التوتر، كيولي انسان متوتر، انسان كيولي عنده ان ستريس كرونيك، كيولي اي حاجه تقدر يعني فوالا اي حاجه تقدر توتره، لا ايجابيه ولا سلبيه. المهم كيحس باغي يدير واحد الحاجه، باغي يوصل لواحد الهدف، باغي يدير ياخذ واحد القرار، باغي يدير اي حاجه في حياته، كيولي هذاك التوتر غالب ليه على التفكير ديالو، مشوش ليه التفكير ديالو. واكيد ملي تنتكلموا على تشوش او لا توتر او لا هذا، الحياه ديالك ما كتعيش اللحظات ديالك، حتى اللحظات البسيطه في الحياه ما كتبقاش تعيشها، الخرجات ديالك البسيطه ما كتقدرش تعيشها لانك كتبقى متوتر مفتون بالوقت بزاف د الحاجات. نرجعوا نشوفوا هاد الاساليب وربما طرق. كنعرفوا هاد الوقيته هذه بالتحديد كاين بزاف الناس اللي في السيارات ديالهم، اللي غادي يخرج من الخدمه، اللي غادي يجيب وليداتو، فغنبغيو ديزاستيس او اساليب اللي ممكن ان الانسان تنفس عليه ويحارب داك ستريس ديك اللحظه، لان لومبوتياج شي حاجه اللي كتقهر الانسان وكتخليه متوتر. واش غنوصل للموعد ديالي في الوقت واش لا؟ غنشوفوا هاد النقط كلها معاك نزهه، واكيد كل المستمعين والمستمعات اللي مرحبا دائما بالتواصل ديالهم على رقمنا المباشر اللي هو 05 22 36 05 36 على شدايف فما. كنقولوا ان كل واحد فينا باغي يجيري هذا الستريس، ما كاينش منا اللي باغي يعيش معاه، ما كاينش منا اللي باغي يخسر لحظات وفرص. الطرق ديالكم اليوم والاساليب ديالكم اللي ممكن انها تساهم لا محل باش اننا فعلا نجيريو هذا الستريس ديالنا. نعم. اذا بور جيري لو ستريس خاص الواحد بعدا اول حاجه يعتمد واحد الطقوس في حياه ديالو، واحد الريتوال يكون عنده صباحي مزيان. هو انه يفيق واحد الساعه قبل من الوقت اللي كيفيق فيه دابيتود، يدير داك الشيء اللي كيبغي يدير، ولا ليكتور، يقرا القران، ياخذ واحد الوقت ديالو ديال السبور، يدير غير حركات رياضيه بسيطه. راه حنا ولينا دابا الانترنت راه ولا فيه الحمد لله كل شيء، واحد لو بتي كور ديال 15 مينوت ولا اي حاجه، اون بتيت دوش. انا بالنسبه ليا اول حاجه الواحد خاصو يديرها هي ديك لا دوش، منين يحس بواحد التوتر اللي متقل عليه في كتافه، متقل عليه شي حاجه اللي متقل عليه، منين كنديروا اون دوش. اصلا الدراسات كتبين بان لا دوش بحال كتستقبلي هذوك الطاقه الايجابيه وكتخلصي من الطاقه السلبيه منين كتكوني كيتكب عليك الماء. هذه اول حاجه. نعم. غناخذوا مكالمه. عمل غير الكاسك ديالك مراد. واكيد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات على 05 22 36 05 36. زكيه من الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا لاله، تفضلي. الله يبارك فيك. الله يحفظك. نقدر ندوي مع كوتش نزهه والولي؟ الله ودي مرحبا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وين كي دايره زكيه؟ لاباس عليك؟ ان شاء الله لاباس عليك. الحمد لله. تفضل. انا كنعيط. كنسمعوا معك شي صوت اخر، بغينا نسمعوا غير الصوت ديالك، الا كان الراديو عافاك طفيه باش نسمعوا الصوت ديالك بوضوح. زكيه سي بون. مرحبا دابا مزيان، تفضلي. وي انا كنعيط للكوتش نزهه pour la remercier. Il m'a accompagnée durant واحد la période اللي كان difficile. و vraiment هي il montre واحد لو كالم فريمون اللي كيخليك تنسى داك لو ستريس. ما اختاريتش الموضوع عبثا، مي جو لا فيليسيت اوسي. ميرسي بوكو زكي. ميرسي بوكو. من حياتها الى ريوسي سون باركور، وهذه غير البدايه. ان شاء الله غادي يكون محسن في القادم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك بزاف. ميرسي بوكو. الله يحفظك. شكرا لك بزاف زكيه. زوين الاعتراف، زوين الاعتراف صراحه. وكيف قلت لك في الديبار قلت لك راه كنهضروا على ستريس، ولكن بالابتسامه ديالكم بطريقتك سبحان الله فعلا ما كاينش توتر. نعم. دونك شتي قلتي الاسلوب الاول هو داك الهدوش، او الانسان ياخذ واحد الحمام بالصباح باش كيفيق به. حنا تنقولوا بغيتي تحيد الكاسك اوكي. كنقولوا حنا باش تفيق به الصباح وكتنقص عليك بزاف ديال الحاجات، وداك التفكير ديالك ديال الليل. اشنو الحاجات اللي ممكن ندير؟ قراءه القران، الجورنال، كل واحد شنو كيدير. هذا الصباح الواحد يعتمد هذا الطقوس ديالو قبل ما يخرج لهذا لومبوتياج اللي غيتعرض ليه في النهار ديالو. كاين فوالا كاين كما قلتي. الواحد ينظم وقته، يخرج قبل الوقت، يدير بحساب هذا اللومبوتياج باش ما يتعرضش ليه، حيت الا مشى تا
تعطل راه حنا عارفين كازا بعدا راه واحد لومبوتياج اللي انفيرنال. اللهم الواحد يحتسب انه يقدر يطيح في واحد المشكل. هذه من جهه. عندنا عاوتاني النوم المبكر بزاف ديال علماء النفس كينصحوا به، حيت كاينه واحد الساعات ضروريه للانسان انه ينعس فيهم. ما نقدروش نحددوهم لان ساعات النوم كتختلف من انسان لاخر. شحال من اختلفوا في الاراء في هذا الشيء، ولكن انا بالنسبه ليا واحد السوايع اللي انتيا كتحسي براسك فقتي فيهم نشيطه راهم كافيين لك ديال النوم. ولكن يكون واحد لو كوتا دو سومي في اليوم ديالك ضروري. عاوتاني كاين الحركات الرياضيه، كاينه لا مارش ضروري يعتمدها الواحد في اليوم ديالو، واحد 20 دقيقه، ولكن تكون مخصصه لا مارش، ماشي خارج يقضي ولا خارج يدير لي كورس. حنا العيالات راك عارفه باننا كنوقفوا فين ما بانوا لنا شي حاجه شي برومو. لا هادشي خاص الواحد، حيت ما حدك كتبرمجي العقل ديالك على انك ديري واحد الحاجه خاصك تلتزمي بها مزيان باش تصالحي مع نفسك خاصك تكوني كتعرفيها، يبقاو غاديين في لو ميم اونغل. اذا كنديروا واحد 20 دقيقه ديال لا مارش مخصصه للا مارش. يدير الواحد الموسيقى ولا قران على حسب الواحد اشنو كيقدر اللي كيديتونديه في لا مارش ديالو. عندك عاوتاني واحد ساعتين حتى 3 السوايع ديال الرياضه في لا سيمين. كاينين دي كور دابا باغ انترنت ولا اللي عنده قاعات رياضيه ولا اللي عنده الامكانيات يقدر يمشي للقاعات الرياضيه. كاين لي كوتش اللي كيكونوا في البحر دابا وكيديروا بزاف ديال هذا. عاوتاني الطاقه ديال البحر راه بوحدها وكتسولاجي. الغابه عاوتاني كاين عندها الفوائد ديالها على الانسان. اذا الواحد يحاول انه يخصص الوقت لنفسه. ملي كتخصي الوقت لنفسك ما تبقاش ديك لا روتين ديال كل نهار. صح. كتكسر الروتين. فوالا كتهرس ليك هذاك الجهد ديالك في الاخر ديال لا جورني. كتلقاي براسك بانك ايبويزي. اللهم الواحد يهرس بكلكو بحال هكا كلكو مومون دو ديتون دي زابيتود اللي يكونوا زوينين. وحبذا لو الانسان يكون في وسط العمل ديالو ياخذ واحد 5 دقائق ما كتاخذ منا حتى شي حاجه، يدير فيها كلكو ريسبيراسيون. لا ريسبيراسيون مهمه جدا، هي اللي غنختموا بها معك. هذه الناس اللي في البيروات، الناس اللي في الطريق دابا، ملي كتشوف واحد الستوب اللي فريمون بقيتي فيه واحد الوقت، نديروا هذه الحركات هذه. غنسمعوها اكيد، غنشوفوها في لا فيديو اللي غنزل لكم على الصفحات الرسميه شاد اف ام. يلاه مراد، حتى انت راه من الصباح انت جالس، دونك دير هذه الحركه ديال التنفس نديروها جميع. تفضلي انت. اذا الواحد خصو يكون جالس مرتاح، واخا لا حنا وليديه يكونوا مرتاحين، ما يكونوش معصبين معصب، ما يكونش معصب. ينسدوا عينينا الاحسن، تكون بلو بينيفيك ملي كيكونوا العينين مسدودين. واحد التنفس يكون من الانف واحد 5 ثواني. يحسب الواحد يدخل الاكسجين واحد 5 سكوند ويخرجها من الفم ديالو واحد 5 ديال السكوند عاوتاني. مره اخرى ثاني مره عاوتاني واحد الانف ويخرج من ثاني اكسيد الكربون يخرج من الفم. ثالث مره عاوتاني واحد المره اخرى اخيره. اذا صافي نحلوا عينيكم. دونك هذه ابسط طريقه باش ان الانسان كتديرها. كاينه حتى طريقه ديال التخيل. الناس اللي مثلا في لومبوتياج اولا في ستوب ملي تيكون تبارك الله كتكون الطريق عامره بحال الوقيته ديال 12 والوقيته ديال 7 و 6 العشيه، كيقول لك انك تقدر في الطوموبيله ديالك انك تستوبي وتخيل شي حاجه زوينه. غير هو راه خصنا نعرفوا بان راه هادشي كيختلف من انسان لاخر. فوالا دونك كل واحد باش كيلقى راسو، كل واحد كيفاش. كاين اللي ما كيقدرش يتبروجتا فيغ لافونير، ما يقدرش يشوف راسو. حنا كنعذروا هاد الناس اللي كيكون سورتو التوتر عنده كرونيك، ما كيقدرش انه يشوف راسو في بلاصه اخرى بطريقه اخرى. ولكن كما قلنا ياخذ احتياطاته باش ما يطيحش في هاد لومبوتياج ولا ما يطيحش في هاد الموقف اللي كيستريسي. كنت سعيده بك الكوتش نزاوالي. الحضور ديالك والوقت القيم ايضا المعلومات اللي خدينا معك. شكرا موصول ايضا ضيوفي ديال هذا الصباح. كانت معنا الدكتوره فيروز جمعوي، كذلك كانت معنا سعاد الهاشمي اللي اختصاصيه في الترويض الطبي والفيزيائي. شكرا مراد كان معي في الاخراج وتلقي مكالماتكم. شكرا منصف كان معنا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغنزل لكم الفيديو كاملين ديال الضيوف ديالنا على صفحات رسميه شاد اف ام. جميله كنتمنى لكم الخير والتيسير وبقيه اوقات جد مميزه على اذاعتكم شاد اف ام. السلام عليكم.